عماد، دايما سؤال بيكون مع حضراتكم: ايه الجديد الموسم ده للنادي القناة هيقدمه علشان تكون الامور مختلفة عن كل سنة؟ والله يا استاذ خالد، دايما يعني احنا بندور على الجديد. يعني احنا السنه اللي فاتت الحمد لله احنا اجتهدنا وجبنا برضو اسم كبير، كان الكابتن هشام زكريا، بس يعني ما حصلش نصيب، لم يوفق مع انه اجتهد. حاولنا السنه دي يعني نشوف ايه كانت الاخطاء اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، وحاولنا نتلافاها السنه دي. دورنا على الاسماء اللي موجوده عشان تكون على مستوى نادي القناه. طبعا كان في اسماء كثيره معروضه، كان كابتن احمد الكاس طبعا تم اختياره كمدير فني للنادي، لان احنا طبعا نادي بتاع نادي لنا هدف اللي هو دايما الصعود للممتاز. دايما احنا شغالين على النقطه ديت يا استاذ خالد، بنجتهد وبنحاول نجيب افضل عناصر للنادي. والسنه دي ان شاء الله احنا عندنا لائحه ماليه يعني طريق بالصعود، طريق باسم نادي القناه. عندنا مدير فني اخترناه، انا نعتقد ان احنا موفقين في اختيارنا الحمد لله. في عناصر او مجموعه لعيبه الحمد لله، جبنا مجموعه برضو على مستوى عالي، عارفين ان المنافسه او المسابقه السنه الجايه مش هتكون سهله. فيعني بنحاول دايما وهنحاول ندعم بافضل عناصر موجوده. ما عندناش الحمد لله مشاكل في اي حاجه، عندنا معالي الفريق في ظهرنا دايما، عندنا دعم معنوي ومادي ومن سياده الفريق، راجل معانا على طول، معاليه معانا على طول، متابع احداثنا، بينصحنا دايما. فالحمد لله اعتقد ان احنا ماشيين في الطريق الصح، وبنقول يا رب، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبنخلص وبنجتهد ومنتظرين ربنا سبحانه وتعالى يدعم ويوفقنا ان شاء الله ويكون في المستقبل. توفيق ان شاء الله. شاكرين جدا يا استاذ.